سفينة تايتانيك مصنفة كأكثر وأعظم باخرة نقل ركاب في العالم، وتم تصميمها وبنائها على أيدي أفضل المهندسين والتقنيين، واستغرق بنائها أكثر من 3 سنوات، وتم تزويدها بكل معايير السلامة والأمان، وأطلقوا عليها لقب السفينة التي لا تغرق، إلا إن السفينة دي ما أبحرتش غير رحلة واحدة بس. السلام عليكم ورحمة الله، أنا أحمد سامي ودي حلقة جديدة. وقبل ما نكمل ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة علشان توصلك حلقاتنا أول بأول. يلا نكمل. يوم 10 إبريل 1912 كانت أول وآخر رحلة للسفينة تايتانيك على ميناء كوينز في إنجلترا، وكان موجود آلاف من الناس بيحتفلوا بتحرك سفينة تايتانيك العملاقة من الميناء. وعلى صوت عزف الفرق الموسيقية وسط الأعلام المرتفعة بدأت السفينة رحلتها بكل شموخ في موكب من السعادة، واتجهت السفينة للولايات المتحدة الأمريكية، وقضت 4 أيام في المحيط بدون أي عقبات أو مشاكل. بس في نهاية اليوم الرابع وتحديدا في نص الليل برج المراقبة بتاع السفينة ضرب جرس الإنذار وأبلغ عن وجود جبل جليدي قدام السفينة، والكابتن وطاقم السفينة حاولوا يلفوا أو ينحرفوا عن مسار الجبل، لكن للأسف السفينة اصطدمت في الجبل واللي تسبب في عمل 6 ثقوب في الهيكل السفلي للسفينة، واللي بدوره أدى لتسريب المياه والغرف السفلية امتلأت على آخرها. وبعدها بدأت مقدمة السفينة تغوص في المحيط، وفي خلال 2 و40 دقيقة بس غرقت التايتانيك واختفت بالكامل في المحيط. والسفينة كان موجود على متنها 2200 راكب، نجا منهم حوالي 700 شخص بس، و1500 شخص منهم ماتوا بسبب عدم وجود وفرة في قوارب النجاة. الشخص اللي كان مسؤول عن برج المراقبة واللي بلغ عن وجود جبل جليدي قدام السفينة كان اسمه فريدريك فريت، والباحثين قالوا ان لو كان فريدريك شاف الجبل بدري ولو دقيقة واحدة بس كانت التايتانيك قدرت تبعد عن الجبل الجليدي وتنجو من الكارثة. وعلى النقيض برضه لو كان فريدريك ما شافش الجبل اصلا وما بلغش عنه كانت السفينة هتصطدم بالجبل اصطدام مباشر، وكان هيحصل مجرد تصدع في الجزء الامامي من السفينة فقط وبعض الاضرار البسيطة، وما كانتش هتغرق. وان السبب الاساسي في غرق السفينة هي انها اصطدمت من الجنب وبس، وده ادى لحدوث ثقوب جانبية واللي ادى في النهاية لغرق السفينة. قبل انطلاق السفينة في رحلتها الأولى كان المفروض يبقى موجود على سطحها 64 قارب خشبي واللي ليهم القدرة على استيعاب 4000 شخص، لكن في الواقع حملت 20 قارب نجاة بس، وده علشان مصممي السفينة شافوا ان ده هيدي مجال لرؤية البحر بصورة أفضل، وكمان علشان الحفاظ على فخامة السفينة وخلق مظهر جمالي للمسافرين. والسفينة لو كان فيها عدد كافي من قوارب النجاة ما كانش هيغرق ولا شخص في اليوم ده، وما كانش هيحصل حالة الذعر والخوف اللي حصلت، وكان هيبقى فيه متسع لنقل الركاب كلهم. أثناء الغرق بدأ عامل اللاسلكي لسفينة تايتانيك يبعت إشارات استغاثة لكل السفن المجاورة، وكانت السفينة اس كاليفورنيا على بعد كيلومترات، وكان ممكن السفينة توصل خلال دقائق معدودة وتنقذ جميع الركاب من الموت. ولكن لسوء الحظ عامل اللاسلكي بسفينة كاليفورنيا كان عامل إغلاق لكل أجهزة الاستقبال وما وصلش ليهم أي إشارة. ورغم ان طاقم سفينة كاليفورنيا لاحظوا وجود صواريخ نارية تم اطلاقها في السماء من سفينة تايتانيك، الا انهم ما توقعوش ابدا ان السفينة دي ممكن تكون في خطر، وده طبعا بسبب الاسطورة الاعلامية وقتها ان تايتانيك سفينة لا تغرق. وبدأت سفينة كاليفورنيا تبعد بالتدريج عن السفينة تايتانيك ويبعد معها اخر امل في انقاذ حياة الالاف من الغرق. كلمة تايتانيك تعني المارد الجبار، وسبب تسميتها بيرجع لاقتناع وثقة مصمم السفينة بأنها مستحيل تغرق أو حتى يصيبها أي ضرر. والسفينة تم تصميمها من قبل شركة وايت ستار لاين علشان تكون منافس للسفن الضخمة اللي بتنتجها الشركة البريطانية كونارد لاين، واللي قدرت تصنع سفينة RMS موريتانيا واللي كانت مصنفة كأكبر سفينة ركاب لحد سنة 1911. وده طبعا كان قبل ما يتم الانتهاء من صنع سفينة تايتانيك، ومع أول ظهور لسفينة تايتانيك تفوقت على جميع السفن اللي في العالم من ناحية الضخامة والفخامة وعدم القابلية للغرق. السفينة كان طولها 270 متر وارتفاعها 18 متر، ولو مش متخيل الحجم قد ايه فطولها قد طول استاد كرة قدم، وارتفاعها زي عمارة مكونة من 11 طابق. وعلى متن سفينة تايتانيك كان موجود عدد كبير من المسافرين العرب واللي كان أغلبهم لبنانيين، وحتى كان موظف الطباعة على السفينة كان لبناني الأصل، بالإضافة لواحد كمان مصري الجنسية كان اسمه حمد حسان، واللي كان واحد من ركاب السفينة وكان واحد من اللي ركبوا على قوارب النجاة. تايتانيك كان لها سفينة توأم اسمها بريتانيك، وكانت سفينة تشبهها جدا من حيث الهيكل الخارجي والمظهر العام، وحتى كمان نفس مواد ومعدات التصنيع ونفس العمال والمهندسين، وكانوا بيطلقوا عليها لقب الأخت الصغرى للسفينة تايتانيك.
والغريب انه في يوم 21 نوفمبر سنة 1916 غرقت السفينة بريتانيك بسبب انفجار حصل بالقرب من السفينة، وكان على متنها 1065 شخص كلهم كانوا عرضة للغرق، ولكن المرة دي تم إنقاذ كل الركاب تقريبا بسبب الوفرة في قوارب النجاة، على عكس اللي حصل مع أختها الكبيرة. وبعض الناس بتسأل ليه ما تمش استخراج السفينة تايتانيك من المحيط لحد دلوقتي، والإجابة على السؤال ده إنه بالفعل حصل أكتر من محاولة لاستخراج السفينة، وده بعد ما توفر للبشرية المعدات الكافية والغواصات الحديثة في العصر الحالي. لكن العلماء لقوا إن هيكل السفينة بقى هش تماما وضعيف بسبب تعرضه لمية المحيط السنين دي كلها، وأي محاولة لاستخراج السفينة هتؤدي إلى انهيار كامل في السفينة. وتم عقد اتفاق عالمي بالفعل بتأمين حدود المنطقة البحرية اللي غرقت فيها السفينة والاحتفاظ بيها في قاع المحيط، ومع العلم انه متوقع في خلال ال40 سنة الجاية هينهار بدن السفينة من تلقاء نفسه بسبب عدم تحمل الظروف القاسية اللي في قاع المحيط. والجدير بالذكر ان في سنة 1898 وقبل حادثة التايتانيك ب14 سنة كتب الروائي مورغان روبرتسون رواية اسمها العبث، ورواية بتحكي عن قصة سفينة خيالية صنفها كأضخم وأعظم سفينة في تاريخ البشرية، وبتدور أحداث الرواية حول اصطدام السفينة بجبل جليدي ضخم بيؤدي في النهاية لغرق السفينة في المحيط الأطلنطي في واحدة من ليالي شهر إبريل الباردة. والأغرب من ده كله إنه أطلق على السفينة اسم تايتان، ووصفها في الرواية بأنها غير قابلة للغرق، وفضلت رواية العبث لغز كبير أمام العلماء والمفكرين لحد النهاردة. والكاتب في روايته وصف أحداث الغرق اللي حصلت مع السفينة تايتانيك بطريقة دقيقة جدا، وكأنه شاف يوم الغرق من قبل ما يحصل. ما زالت قصة تايتانيك لحد دلوقتي مليانة علامات استفهام كتير، لكن للأسف غرقت السفينة التي لا تغرق وغرقت أسرارها معاها. وتعالوا نتكلم عن بعض نظريات المؤامرة حول سفينة تايتانيك. في ناس كتير بتقول إن سفينة تايتانيك تم إغراقها عن عمد وبفعل فاعل. بعد لما السفينة غرقت في ناس كتير ما اقتنعوش أبدا بفكرة غرق السفينة، وطلعت نظريات كتيرة بتقول إن السفينة تم إغراقها عن عمد بسبب الأحداث الغريبة اللي حصلت قبل وبعد غرق السفينة. أول دليل وممكن يكون أقوى الأدلة وهي إن عدد كبير جدا من الموظفين اللي كانوا بيشتغلوا على متن سفينة تايتانيك ما كانوش موجودين وقت إبحار السفينة، ودي حاجة غريبة جدا، خصوصا إن وقت إبحار السفينة كان أكتر حدث رهيب في العالم. فتفتكروا ليه الموظفين كانوا رافضين إنهم يركبوا السفينة إلا لو كانوا عارفين إنها تغرق؟ الدليل الثاني هو إنه عدد كبير من الأغنياء حجز تذكرة في سفينة تايتانيك، ولكن في يوم الإبحار عدد قليل منهم جدا هم اللي ركبوا السفينة، مع العلم إن سعر التذكرة الواحدة للدرجة الأولى كانت غالية جدا وقتها، وأسعارها توصل ل$50,000. فشيء غريب إنهم دفعوا المبلغ ده وفي الآخر ولا واحد منهم ركب السفينة، وكل واحد كان عنده عذر خاص، منهم اللي قال إنه كان مريض ومنهم اللي قال إنه كان مشغول. أما بالنسبة للدليل الثالث وهي رواية حطام تايتان اللي لغاية الوقت ملهاش أي تفسير. إزاي الكاتب مورغان روبرتسون عرف إن سفينة تايتانيك هتغرق، حتى إنه في شبه كبير ما بين الرواية والحادثة لما قال إن سفينة تايتان هتتعرض للغرق بعد اصطدامها بجبل جليدي، وده اللي بالفعل حصل مع تايتانيك. كمان قال إن سفينة تايتان اصطدمت بجبل جليدي في منتصف الليل، وتايتانيك اتعرضت للاصطدام الساعة 11:40 بالظبط. وكمان قال في الرواية إن سفينة تايتان كان على متنها 2500 راكب، وكان موجود على تايتانيك 2200 راكب، والسفينتين كانوا مصنوعين من شركات بريطانية متخصصة في صناعة السفن، والسفينتين غرقوا في شمال المحيط الأطلسي تقريبا في نفس المكان. وكان مكتوب في الرواية إن السفينة هتغرق في شهر إبريل، وده نفس شهر غرق تايتانيك. أنا عن نفسي شايف إن الموضوع صعب إنه يكون صدفة، بس هستناكم في الكومنتات تكتبولي هل أنت شايف إن تايتانيك غرقت عن عمد ولا حادثة عادية؟ وإزاي برأيكم الكاتب مورغان روبرتسون توقع أحداث غرق السفينة واللي حصلت بالفعل بعد 14 سنة من صدور الرواية؟ وبس كده، أنا كده خلصت. لو عجبتك الحلقة ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة علشان توصل لكم حلقاتنا أول بأول.